قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك النهارده السهره عالميه، لان جايب لك قصه كرتونيه واللي عليك تصبر في البدايه شويه علشان تستمتع بالنهايه الاسطوريه. والان اربط الاحزمه استعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بتاعي اللي بتقول من الاف السنين كان في جوهره جايه من السماء. الجوهره دي كانت بتمتص طاقتها من الشمس والقمر سوا، قوتها كل يوم عن التاني كانت بتزيد اكتر لحد ما قوه الشر والخير جواها بقوا قوه واحده. علشان كده بعتونا انا واخو السيد ليه الصغير هنا، بعتونا علشان نتعامل مع الجوهره دي. وها هو الرجل الخطير ابو كرشي كبير تايجي ومعاه الرجل الشرير شي. بيروح للجوهره هو بيقول لها النهارده نهايتك حلوه. الجوهره بتهيج عليه وبتتحول لوحش فتاك، بتديله بنيه بتبعته على السحاب. شن بيحاول يضربها بالكهرباء ولكن بينصدم لما بيلاقيه بيسحبها صديقي، بيحولها ضده وبيرزعوا بيها. بيجيب اخره وبيهجم عليه وبكتافه، بيقول له وريني هتضربني ازاي يا هاتيا. بيلاقي طالع له 200 دراع، فبيقول له اضرب بس بالراحه. بينزل فيه تخبيط، ما يعرفش ان الصغيرين ليهم كبير. بيحضر المعلم الكبير في المكان، هو بيطلع الفرن وبينزلها عليه، بيسيبه جوه وبيتقسموا اللؤلؤ صغير، واحده للخير وواحده للشر. بيقول لهم انا عملت تعويذه وبعد 3 سنين من دلوقتي في صاعقه هتضرب وهتدمر كل الشر، ولازم طول الفتره دي تخلوا بالكم كويس. الزعيم لي جنج اللؤلؤ والخير هتبقى هي طفله الثلاثه، وقت ما الطفل يتولد هو اللي هياخد طاقتها ويدافع بيها عن الناس الغلابه. شن بيكون في منتهى الصدمه ومش مصدق اللي بيسمعه صديقي. المعلم بيقول لهم بعد ما الولد يتولد هيكون اسمه ناتشا. في الوقت ده بنروح للملكه، الملكه بتكون حامل في ولي العهد ومعاها جوزها الزعيم ليه. هرموناتها بتكون شغاله عليها وبتنزل تخبط فيه، اوعى تكون بتتضرب يا صديقي. في الوقت ده القريه كلها بتكون متجمعه بره مستنيين يباركوا على المولود الجديد. ابن الهرمشين بيكون شايفهم من فوق، هو بيرمي تعويذه بيسيطر بيها على واحد من اللي تحت، وفعلا الخطه بتبدا وخادم الملك بيخش عليه تاني بيقول له انا سمعت انك بتحب تشرب وتسكر فجبت لك حاجه تظبط مزاجك. بيقول له هو ده وقته يا ابني، انت مش شايفني مشغول بالمولود اللي جاي؟ يقول له خلاص خليها جنبك. بياخد بعضه ويمشي، وطيب بيفضل يبص على البرطمان. مره واحده بيقول ما هو مش هيضر لو خدت شويه. بيرفع نص البرطمان وبيقول شويه تاني بقى وبيكمل باقي اللي فيه. في ثانيه بتوب ساكت مكانه، وابن الهرمه بيحاول يروح ياخد الزهره ولكن الزهره بترميه بعيد. وشن بيقول هرسوه الزهره دي مش هتفك الا لما يلمسها تاي. الحكيمه بتقول لتاي ما فتحتش الزهره ليه؟ المدام على وش ولاده. ينزل تخبيط في تاي لحد ما بيجيب كل اللي في بطنه. تاي بيفوق هو بيروح يفتح الزهره واخيرا بتفتح يا صديقي. اللؤلؤتين بيطلعوا منها وشبطه بيكون خلاص هيسرق اللؤلؤه، ولكن الزعيم اللي بيمسك ايديه بيقول له كنت عارف ان في حاجه غلط. تاي بيقول له الحق في تعويذه على ظهره، بيشيل التعويذه من على ظهره. الواد بتوب ساكت مكانه، ولكن اللي ما كانوش عاملين حسابه الحكيمه بنت الهرمه بتاخد الاثنين بتقول لهم عايزينها مش كده؟ طيب خد، وبترمي لؤلؤه الشر اللي بيجري علشان يكسر الصخره، ولكن بيكون فات الاوان. اللؤلؤه بتتفك وبتروح على بطن مراته. اللؤلؤه الثانيه بتكون مع بنت الهرمه دي وبتاخدها لمين؟ لابن الهرمشي، وده اخو ليه يا صديقي. والطفل اخيرا بيتولد ولكن بيكون في علامه في وشه، ودي علامه الشر يا صديقي. الواد بيكون عباره عن دماغ وبيفضل يتنطط في المكان، دماغه بتولع نار وبيخش وسط الناس وبيعمل قلبان في المكان. جسمه بيبدا يتشكل لحد ما بيتحول لطفل شرير، بيفضل يدمر في المكان لحد ما تاي بيرمي الاسوره دي وبيرميها لفوق. بيرمي عليها تعويذه وتفضل تلف حواليه لحد ما بتلف على رقبته، بتسيطر على الروح الشريره اللي جواه. وتاي بيجري عليه وبيكون خلاص هيضربه، ولكن امه بتجري عليه وبتاخده بتقول لهم اياكم حد فيكم يأذبني. الزعيم بيقول اهالي القريه جميعا اكيد اللي حصل ده مزعل كتير منكم، ولكن صدقوني ملناش ذنب فيه، وكمان الطفل ملوش اي ذنب في كل اللي حصل. وعد مني ليكم وانا وعدي حق، هربيه كويس وهحبسه في البيت مش هيطلع منه، ولو عمل اي مشاكل انا هكون مستعد اضحي بحياتي علشان احلها. طيب بيقول له هو مش هيقدر يعيش اكتر من 3 سنين اصلا. المعلم عامل تعويذه على كرة الشر، بعد 3 سنين من دلوقتي هتضرب صاعقه علشان تقتل نوتشا، وانا غصب عني ما قدرتش اشيل التعويذه دي. بيقول له خلاص سيبني وانا هكلم المعلم بنفسي. في الوقت ده شين ابن الحراميين بينزل تحت الميه لحد ما بيوصل عند المكان ده اللي بيكون جواه تنين متسلسل، بيكون معاه كرة الخير اللي هتحط للطفل اللي هيتولد. التنين بيقول واخيرا احنا هناخد دي ونحطها في بيضه من بطانه، وبكده ابني هيكون عنده قوه جباره محدش هيقدر عليه. بعد ما ابني يخلص على كل البشر اللي فوق احنا هنطلع ونعيش على الارض. شين بيقول له لا. بيقول له يعني ايه لا؟ بيقول له يعني انا مش قصدي يا كبير، انا تحت امرك. بيقول له بحسن. وفعلا التنين بيطلع البيضه وشين بيسيب الكوره تدخل جواها. في نفس الوقت البيضه بتقفش، هو بيقول واخيرا هو ده ابني بانج ولا بلياردو، ما كلها كوره يا عم. المهم بيقول لشين زي ما اتفقنا انا هسيبه يتعلم منا، ولكن لازم يتعلم بعيد عن هنا. بيقول له اعتبره حصل يا كبير، انا لازم اثبت ان استحق اكون من ضمن العظماء ال 12. في الوقت ده صاحبنا ده بيقول القعده في البيت ملهاش لازمه، كل شويه من هنا لهنا في نفس المكان لحد ما زهق. مين بقى ده صديقي؟ الولد الشرير، الفتى الخطير، القادر التي بقدراته مجنن الصغير والكبير نوتشا. امه بتروح له وبتقول له ولا يا نوتشا انزل يلا نلعب سوا. بيقول لها انت مش فاضيه، كل يوم مفيش معاكي غير قتل الشياطين، انا مبسوط قوي اني شفتك النهارده اصلا. بتقول له غصب عني يا حبيب قلبي، انزل بقى خلينا نلعب سوا. بيقول لها بعد ما العب يعني. يفرح قوي وبيقول لها بجد طيب يلا بينا. الحارس بيحضر في المكان، هو بيقول لها اتفضلي يا ست هاني اربطي الاحزمه بقى. بتقول له انت اتجننت ولا ايه؟ انا ربط الحزام ومستعده للافلام. ما بتلحقش تخلص كلام ونوتشا بيكون رازعها باللعبه في الحيطه. نوتشا ما بيسميش عليهم وحرفيا بيطلع عينيهم. تقول لهم بصوا يا ابني مبسوط ازاي، انا اول مره اشوفه مبسوط كده. يقول لها واحنا اول مره يتكسر عظمنا كده. وهوب الحارس بيخش عليها جري، هو بيقول لها الحقيقه يا ملكه هجموا على القريه الغربيه ومش عارفين نتصرف ازاي، تعالي معانا حالا. بتاخد اللحاف بتاعه وبتمشي، ونوتشا بيشغل دماغه وبيهرب من البيت، بيرمي الطوبه دي على الحارس. الحارس بيقول لزميله انت بتضرب ليه؟ بيقول له حد كلمك يا عم؟ الاتنين بيمسكوا في بعض وبياخد بعضه وبيهرب من المملكه. الناس بيكونوا في القريه شغالين كالعاده، ونوتشا بيقول 1 2 طب بيقول لهم لا الواد هرب مننا يا جدعان. القريه كلها بتكون في منتهى الرعب وكل اللي بيشوف له حته بيستخبى فيها، غلبانين
فاكرين انهم مستخبيين، ولكن هتروحوا منه فين؟ ده عيل ابن مجانين بيعرف اماكنهم بالظبط وبيفضل يتسلى بيهم، كلهم بيكونوا في منتهى الرعب منه، بيزهق منهم وبياخد بعضه وبيكون في طريقه للبيت. مره واحده بيلاقي الخريطه دي قدامه، بيستغرب من شكلها، وبمجرد ما بيحط ايديه عليها بيلاقيها واخداها صديقي، بتاخده جوه عالم مختلف. هو بيكون في منتهى الدهشه من اللي شايفه. ده بيقول له الخريطه دي مرسومه للجبال والميه، بيغضب. هو بيقول له هو انت ابو ليا؟ بيقول له اخرس يلا، دي هي حته كرش صغيره، تعالى ورايا بس عايز اوريك حاجه. دي فرشه البوب السحريه، تقدر تغير بيها كل اللي انت عايزه في الخريطه. بيقول له يا ترى ده سحر ولا ايه؟ بيقول له سيب لي نفسك خالص انت بس وانا هظبطك. بيكون في منتهى السعاده من اللي شايفه. وبعد ما بيخلص الجوله وده بيقول له انت لسه ما شفتش حاجه، انا هعلمك كل حاجه هنا، يلا بقى انجز وتعالى ادي التحيه للمعلم بتاعك. بيقول له معلم على نفسك، هو انت فاكر انك تعرف تعمل حاجه بكرشك ده؟ بيغضب. هو بيقول له انا هوريك هعمل ايه يا وزع انت. بيحول الصخره اللي قصاده دي، هو بيغير شكل المكان بالكامل. بيقول له السحر ده اسمه سحر التمويه. بيقول له باين عليها حلوه قوي، طيب تقدر تغير شكلي؟ ويقول له سحر تغيير الاشكال ده عايز مستوى توب التوب، عايز حد في السحر قوي جدا، انا شخصيا ما وصلتش للمستوى ده، لازم الاول اعلمك الاساسيات وانت مع نفسك تطور نفسك. يديله سر تعويذه التمويه. ونوتشا بيقول له ايه يا عم السهوله دي، انا عايز حاجه تقيله. بيقول له سحر التمويه ده حاجه اساسيه لازم تتعلمها الاول. بيقول له بسيطه، اديني دقيقه واحده وانا هعملها. بيحاول ينفذها ولكن ما بيعرفش صديقي، بيستهزأ بيه. هو بيروح يريح شويه، بيلاقي مين بيصحيه؟ ام نوتشا صديقي. هو مره واحده بتقول له ايه ده؟ بيلاقوا نوتشا مرمي في الميه ما بيتحركش صديقي، بياخدها جري عليه وفعلا بيخرجه من الميه، بيلاقيه لسه عايش وبيبدا يديله تنفس صناعي، بطنه بتتنفخ وهو مره واحده بتنفجر، بيكون ده حته ضفدع ونوتشا متحول لشكل الملكه. سم الضفدع بيجي على وش تاي بيخليه يتنفخ اكتر. بيقول له شطور يا نوتشا، ممكن تقول لي بقى عملتها ازاي الحركه دي؟ بيقول له سلم واستلم يا حبيبي، هتعلمني هعلمك. بيقول له ماشي يا عم، وعلشان جدعنتك دي انا هعلمك ازاي تتحكم في النار، تعالى بس في علاج هنا هتجيبه علشان السم اللي على وشي ده. بيحط ايديه في جيبه. بيقول له ايه الحلاوه دي؟ ايه الحاجات دي كلها؟ بيقول له حاجات بسيطه. بيقول له ايه الدهب ده؟ بيقول له ده الرمح الناري. بيقول له لا جامد يا عم. بيقول له هتدوس على الزرار. بيقول له الزرار ده الرمح بيفتح النار عليه والنار بتمسك فيه. ليه ومراته بيحضروا في المكان وبيطفوه بسرعه. ده بيقول له جدع نوتشا، انت بتتعلم بسرعه بس ما ينفعش تهزر مع حد بالسحر، وبعدين انا بعلمك السحر ده علشان تقتل بيه الشياطين وتنقذ الناس. بيقول له اقتل الشياطين؟ نعم يا حبيبي، انا مستحيل اعمل كده، انا مش عايز اتعلم منك حاجه اصلا، قول لي ازاي بقى اطلع من هنا. بيقول له مش هتقدر تطلع من اللوحه دي غير بالفراشه دي. بيقول له فاهم، انتوا جبتوني هنا عايزين تحبسوني. امه بتقول له حبيبي المكان ده للتدريب سجن ايه بس. بيقول له تدريب ايه، انا عايز انام شويه. امه بتقول له نوتشا كفايه دلع بقى واتدرب، مش عايز تكبر وتبقى زيه ونقتل الشياطين سوا. بيقول له ايه اللي خلينا اقتل وعلشان خاطر مين اصلا، انا مش عايز اقتل حد، الكل هنا بيعاملني على اساس اني وحش اصلا. هقول لكم حاجه، هم فاكريني وحش، انا هتدرب بقى وهوريكم الوحش ده هيعمل فيكم ايه. ابو بيقول له لا يا ابني انت كبرت ولازم تعرف الحقيقه، لازم تعرف الناس دي كلها خايفه منك ليه، صراحه كده انت مش بني ادم طبيعي. بيقول له عارف جاي من اللؤلؤه صح؟ امه بتستغرب وبتقول له ايوه يا حبيبي بالظبط، وكمان عندك قوه خارقه علشان كده الناس خايفه منك فاكرينك شيطان. بيقول لهم انتوا بتهزروا صح؟ بتقول له طيب اهدى كده علشان نعرف نتكلم، هو انا وابوك شياطين؟ بيقول لها ما اعرفش. بتقول له لا طبعا مش شياطين، انت ازاي بقى هتكون شيطان؟ بيقول لها طيب ليه مش قايلين للناس ان انا مش شيطان؟ بتقول له لان اللؤلؤه دي سلاح سر ضد الشياطين، فانت لازم تثبت للناس انك انت كويس وانك مستحيل تاذيهم، ولو قتلت الشياطين علشانهم هيحبوك. وبتغمز لجوزها فبيفهمها. نوتشا بيقتنع وفعلا بيبدا تدريب. بيقول له مش هتطلع من هنا الا باذني. بيقول له وريني بقى هتعملها ازاي. بيطلع الفراشه وبيعمل بوابه لنفسه، بياخدها جري من المكان وبيسحبهم جوه اللوحه. في نفس الوقت شويه الميه دول بيطلعوا من البحر وبيخشوا على القريه وبالتحديد عند الكلب ده. مره واحده بيتحولوا لوحش والوحش بيقول له اخيرا لقيت الغدا بتاعي، انا زهقت من اكل البحر. هو بيكون خلاص هياكله، ولكن مره واحده نوتشا بيقول له سيب الكلب يا ابن الهرم. ما يلحقش يكمل كلامه لان بيكون مدي له رصيه في بطنه بتجيبه بعيد. بيروح وبينزل فيه تخبيط. الوحش بيرجع تاني ميه وبيجري على البحر، بياخدها جري وراه، ولكن الوحش بيكون خلاص دخل قلب الميه. القريه كلها بتتلم وبمجرد ما بيبص لهم كلهم بيترعبوا، ولكن بيقول لهم استنوا ما تخافوش يا جدعان. بيفضل يكسر في القلل علشان يطلع الوحش، يعمل تعويذه النار دي هو بيولع فيهم بالكامل. الوحش بيهرب من المكان ونوتشا بياخدها جري وراه بالنار، بيولع في بيوت كتير. والوحش بيلاقي البنت دي قصاده بيخطفها وبيجري، واخو البنت بيكون في منتهى الرعب بيقول الحقونا يا ناس نوتشا خطف اختي. الوحش بيكون خلاص وصل الميه، هو بيقول له نوتشا وريني ازاي هتعرف تاخدها مني. هو بيكون خلاص هينزل بيها تحت الميه، ولكن مره واحده في حد بيجمد الميه كلها. بيكون مين؟ هذا الوحش المهين، بيكون مغطي وشه. هو بيقول للوحش سيب البنت احسن لك. بيقول له انت مين انت كمان؟ بيدي البنت للوحش. هو بيقول للواد استنى بقى انا هتعامل مع ابن الهرمه ده. بيقول له انت مين هلا؟ ما بيلحقش يكمل لان نوتشا بيكون مدي له واحده في الثانيه بيجيبه بعيد. بيبص جنبه بيلاقيه جاله فعلا بيهجم عليه، ولكن ما بيجيش سكه مع معاليه. الواد بيفوق عليه ولا الاتنين بينزلوا في بعض تخبيط. الوحش بيستغل الفرصه هو بيخرج من بقه البلالين دي. نوتشا بيقول الله بلالين، ومجرد ما بيلمسها بتجمد ايديه هو بيكون في منتهى الصدمه. الوحش بيقول لهم انا مش عارف اشكركم ازاي، ما كنتش عارفك انك هاتي يا وزع صغير. بيرفع البنت هو بيرميها في بطن صديقي، تفتكر انه ما حدش هيخرجها؟ لا والله الشخص ده بيتحرك وبيفلت من كل البلالين وهي واحده في بطنه بيكون مطلع البنت. الوحش بيقول له يا خساره كان نفسي تبان بطل قدامهم، ولكن البنت خرجت من بطني يعني هتجمد زي البلالين. وفعلا البنت بتنشف واللي ماسكها بينشف والوحش بيكون خلاص هيخلص عليهم، ولكن نوتشا بيفوق هو بياخدها وبيفرتك الحجر. الوحش بياخدها جري منه هو بيفضل يخرج بلالين من بقه، بيلف في المكان بلالين. هو بيقول له وريني بقى توصلني ازاي. تفتكر ان نوتشا هيعطل يا صديقي؟ لا والله بياخد الشخص ده وبيدخل بيه هو بينزل تخبط فيه بالتمثال، بيكسر
عظم وشه. الوحش بيقول له خلاص وحد امك سيبني وانا هديك العلاج اللي عندك بقى. بيديله العلاج ونوتش على طول بيرفعها وفعلا ايديه بتخاف. بيقول له طب وهم هنعمل معاهم ايه؟ بيقول له ما انت لو دهنت عليها من بره كنت هتخف عادي. بيقول له انت ما قلتش ليه؟ بيقول له ما انت ما سالتش. المهم بياخدوا منه وبيدهن به للشخص ده والبنت الصغيره. في الوقت ده امه بتكون جايبه الاكل عند اللوحه وبتاخد بالها من الفراشه بتاعه تاي في المكان. نوتشا بيقول للشخص ده ها تحب تكمل خناقه؟ بيقول له انت مش ند ليه علشان اخش معاك في عركه. نوتشا بيكون خلاص رايح له ولكن بيقول له تسلم لانك انقذت حياتي وكمان انقذت البنت الصغيره وبرضه انا مش عايز اتخانق معاه وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان ارد لك الجميل ده. بيقول له لا ولا يهمك يا معلم، دي اقل حاجه عندي، انا كل يوم ليا بتاع 50 60 شيطان بقتلهم ولا بيفرقوا معايا. البنت بتروح له وبتقول له يلا نلعب سوا. بيقول لها انت مش خايفه مني؟ بتقول له انت اخويا الكبير وكمان انقذتني من الوحش. بيفرح قوي وبيفضل يلعب معاها. الشخص ده بيفضل يلعب معاه والاثنين بيكونوا في منتهى السعاده ولكن مره واحده نوتشا بيفضل يعيط. بيقول له مالك في ايه؟ بيقول له لا مفيش حاجه، في شويه رمله دخلوا في عيني، ما علينا، انا اصلا اول مره حد يلعب معايا من يوم ما اتولدت، هو ده اللي مخليني اعيط. ارتحت كده. الواد بيديله البتاعه دي وبيقول له احنا كده بقينا اصحاب يا معلم، تقدر تجيني هنا في اي وقت، لو حبيت تلعب معايا تعالى وهنلعب سوا، اول ما هتنفخ في دي هتلاقيني قدامك. وبالمناسبه انا اسمي بانج، انت بقى اسمك ايه؟ بيقول له اسمي نوتشا. بيقول له ايه ده؟ في حد جاي؟ بتكون القريه كلها جايه جري عليه. بيبص جنبه بيلاقي بانج اختفى. الواد بيقول له انت خطفت اختي يا ابن الهرمه. البنت بتقول لهم لا اخويا كان بيضرب الوحش. الواد بيقول له انت خطفت اختي ليه؟ لا. بيقول له ما حصلش، انا اصلا اللي انقذتها من الوحش، لولا كان زمانها بتتهضم في بطنه. بيقول له وحش؟ هو فين الوحش ده؟ قولوا لي يا ناس يمكن عمين، في وحوش هنا انا مش شايفها. احنا لازم نقول للزعيم ليه علشان يحبسك في قفص ولا يشوف هيغورك فين. نوتشا بيقول له خلصانه وبياخد بعضه ويمشي. الواد بيقول له عيل شراني. نوتشا بياخده وبياخدها جري عليه. بيقول له قولها تاني. انت يالا كنت بتقول ايه؟ امي الواد بتضرب فيه، بيديها واحده بيجيبها في الميه، القريه كلها بتنزل تخبط فيه، غصب عنه بيتحول عليهم، بيكسر في عظمهم واحد ورا التاني. هو بيكون خلاص يضرب الراجل ده بالشوكه ولكن بيلحقوا تاي في اللحظات الاخيره. الراجل العجوز بيقول يا زعيم انت لازم تشوف حل للموضوع ده، احنا عارفين ان الشيطان ده ما حدش غيرك هيسكته. نوتشا بيقول له شيطان تاني؟ هو بيكون خلاص هيهجم عليه ولكن تاي بيكتفه، امه بتمسكه واللي بيمسك ايديه بيلاقي عليها بوائم الوحش اللي كان بيضرب فيه. بيعرف ان ابن نوتشا مش كذاب وبينج بيوصل تحت. شين بيقول له ها اخبار التدريبات ايه؟ يقول له كل حاجه ماشيه زي ما انت عايز يا كبير، وكمان انا قابلت واحد كده وصاحبته جديد. بينصدم. هو بيقول له صاحب مين؟ انا مش قايل لك اياك حد يعرفك؟ بيقول له هو مش همه يعرف انا مين بالظبط. بيقول له هو مين ابن الهرمه ده؟ بيقول له اسمه نوتشا. بيقول ياه فعلا الدنيا اوضه وصاله. بيقول له انت تعرفه؟ بيقول له نوتشا ده كره الشر راحت له. بينصدم. وشين بيكمل. هو بيقول له لعنه 3 سنين خلاص قربت تتنفذ فيه وكده كده الصاعقه مش هتموته لوحده، فانت تروح تنقذ الناس وتبقى البطل بتاعهم والتنانين ترجع تعيش على الارض تاني. في الوقت ده نوتشا بيكون محبوس لوحده وبيدخل عليه باباه ومامته. مامته بتقول له مش هتبطل مشاكل بقى ولا ايه؟ تعبني انت. بيقول لها ما تصدعينيش ياما وسيبيني اموت وانا ساكت. بتقول له اسمعني يا ابني انت لسه فاضل 3 ايام على عيد ميلادك الثالث والناس القريه كلهم هيجوا يحضروا حفله عيد ميلادك. بيقول لها بجد؟ بس هم اصلا مستنيين جنازتي. باباه بيقول له يا كاشا وحش البحر قوي جدا ويقدر يهرب في الميه، الماده بتاعته تقدر تجمد البشر وانا حليت سوء التفاهم ده وانت هزمت الوحش. مامته بتقول له ايوه دي الحقيقه والكل جاي هنا علشان يشكرك في عيد ميلادك. بيقول لها مش هاممني سيبونا انام بقى. بيسيبوه ويمشوا وهو بيكون في منتهى السعاده. بيروح عند البحر وبيفضل ينفخ في البتاعه دي علشان بنج يحضر. بنج بيحضر في المكان. هو بيقول له عايزني في ايه؟ يديله الدعوه دي. هو بيقول له دي دعوه حفله عيد ميلادي بعد 10 ايام من النهارده والقريه كلها هتحضر، يا ترى انت هتيجي يا صاحبي؟ بيقول له انا. بيقول له ايوه انا الناس كلها اللي جايه مش هماني ولكن انت تهماني. بيقول له اشمعنى انا؟ بيقول له علشان انت صاحبي الوحيد. بيقول له يا عم وانت كمان صاحبي الوحيد، يا ترى عندك امنيه لعيد ميلادك؟ انت قبل كده انقذت حياتي، انا هعمل اي حاجه علشان احقق لك كل اللي بتحلم بيه. بيقول له امنيه حياتي انك تحضر عيد ميلادي. بيقول له يا عم ماشي. بيقول له هستناك ما تتاخرش عليا. وبيسيبه ويمشي وتعدي الساعات وتفوت الايام. وشين بيقول له يلا بينا. التنين بيقول له استنى. بيقلع حته من ضفره وحته من جلده وباقي التنانين بيعملوا زيه بيديله من قوته. هو بيقول له كده ما حدش هيقدر عليه واملنا كله فيك يا ابني. في الوقت ده بيكون نوتشا بيلبس هدومه وشين بيخش عليه. بيقول له انا جيت لك هنا علشان اقول لك حقيقه حياتك. بيقول له حقيقه ايه يا عم؟ بيقول له واضح انك ما تعرفش حاجه، انا يا ابني هرسيك على الليله. نوتشا بيطلع بره. هو بيكون في منتهى الغضب. بيطلع على المسرح وتاي بيقول له النهارده عيد ميلادك، شوف بقى جبت لك ايه معايا. بيطلع له الرمح اللي كان نفسه فيه وبيديه له هديه ولكن ولا حاجه بتفرحه. وكمان بيجيب له الخنزير بتاعه اللي بتربه ودانه صديقي. بيقول له من النهارده ده بقى بتاعك انت يا معلم. الخنزير بيقرب منه وبمجرد ما بيلمسه بيتحول لسكوتر متحرك في رجليه. امه بتروح له وبتقول له انا عايزه اشوفك بتكبر قصاد عيني يا عيوني. ليه؟ بيقول لها هو ده وقت حزن؟ خد يا ابني الهديه بتاعتك خليها معاه، انا عارف انك زعلان مني ولكن ما تفكرش في كلام اي حد واياك تستسلم مهما حصل. بيقول له خلصانه ماشي لما اعيش اصلا ابقى اشوف الموضوع ده. امه بتقول له ليه الكلام ده يا حبيبي؟ بيقول لها انتوا كلكم بتكدبوا عليا وخليتوني اتدرب في الخريطه واروح مش عارف فين واجي مش عارف منين، ولكن في الحقيقه انتوا كنتوا كلكم عايزين تحبسوني مش اكتر، تحبسوني لحد ما اموت وكل ده علشان خاطر مين؟ علشان خاطر اولاد الهرمه دول. انا خلاص جبت اخري وهوريكم وهوريهم. الكل لازم يعرف مين هو نوتشا. بيقول التعويذه دي والاسوره اللي حابسه روحه الشريره بتتفك صديقي. طيب بيكون في منتهى الصدمه والطفل الصغير بيتحول لوحش عنيف ملوش مثيل. الاسوره بياخدها ابن الهرمشين والقريه كلها بتكون في منتهى الرعب. نوتشا بيهجم عليهم ولكن باباه بيقف في وشه. طيب بيقف في ظهره ونوتشا ما بيكونش في وعيه. بيحاول يخلص على باباه وطيب بيقول له ام نوتشا دوري على الاسوره هي الوحيده اللي هترجعه لطبيعته. كلهم بيجروا علشان يدوروا ما يعرفوش انها معاشينا صديقي. يقول له نوتشا استنى سيبه لحد ما يخلص على باباه ومامته تاني، بعد كده يجي دورك يا بطل هتخش عليه وطبعا مش هيقدر عليك هتقطعه وبكده هتبقى انت المنقذ في نظر الشعب. بيقول له بس
نوتشا انقذ حياتي، معلش سيبني انقذ باباه ومامته، ورجع الاسوره خليهم يربطوه في رقبته. بيرمي الاسوره هو بيقول له قدامك فرصه اخيره، ما بيلحقش يكمل كلامه لان بنج بيروح ينقذها، وفعلا نوتشا بيكون خلاص كتف باباه وبيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن بيحضر في المكان الولد الفنان راس التعبان بنج. هما الاثنين بينزلوا في بعض تخبيط، هو بيكونوا مع بعض سادين، ولكن بنج بيكون تقيل حبتين. بيرمي الاسوره لتاي، هو بيقول له شغلها بسرعه، وفعلا تاي بيشغل الاسوره وبتتلف حوالين نوتشا، بتمسك في رقبته بترجعه لطبيعته تاني. نوتشا بيفوق وبيبص جنبه بيلاقي اهل القريه كلهم، فبياخد بعضه وبيجري من المكان، وبنج بيكون خلاص ماشي، ولكن اللي بيقول له استنى، الف شكر على المساعده يا باشا، ممكن اعرف اسمك؟ بيقول له مش مهم. بيقول له طيب على الاقل اشرب حاجه. بيقول له لا تسلم. اللي بيدلق عليه الميه هو بيقول له استنى انضفها لك، فبيشيل القناع من عليه. الكل بيكون في منتهى الصدمه، هو بيقول له تنين، المفروض التنانين يكونوا تحت الميه ما يطلعوش معانا هنا. اللي بيقول له من اول ما شفتك وانا شاكك فيك من ريحتك، العلامه اللي على وشك دي جبتها منين؟ اللي بيقول له دي لؤلؤه الخير اللي اتسرقت من كام سنه، اكيد التنانين هم اللي عملوها، انا لازم اقول للمعلم على كل اللي حصل. هو بيكون خلاص ماشي، ولكن شينب الهرمه بيقول له شوف مش قلت لك دول الناس كلهم اولاد هرمه، مفيش حاجه بتطمر فيهم، انت دلوقتي لازم تنفذ اللي ابوك قال لك عليه، خلص على دول وطلع التنانين من تحت الارض. بنج بيغضب وهو بيتحول عليهم كلهم، بيسحب عليهم كل الميه اللي في البحر وبيحاوط بيها المكان من كل اتجاه، بيحول الميه دي لتلج، هو ما حدش بيعرف يخرج. في الوقت ده نوتشا بيكون في الغابه، هو بيكون في منتهى الغضب، الخنزير بتاعه بيجيله وهو بيعطس عطسه بتشغل الشريط ده قدامه. بابا بيكون عند باب المعلم، والخادم بتاعه بيقول لهم رايحين على فين؟ يقول له راجعين. يقول له ليه خليكم قاعدين؟ يقول له هنقعد نعمل ايه؟ ما انت ما عرفتش تحل لنا المشكله بتاعتنا. بيقول له لا في حل للعنه دي، لازم تلاقي حد من قرايب نوتشا يقدر يضحي بنفسه علشان هتحط عليه الورقه دي والتانيه تحطها على نوتشا، وبالطريقه دي اللعنه هتتنقل للشخص التاني. اللي بياخد الورقتين هو بيقول لتاي انا هضحي بحياتي علشان نوتشا، ارجوك مراتي ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. بيقول له نوتشا كده كده ميت، ليه بقى تعب نفسك علشانه؟ بيقول له فاضل سنتين فيهم هعلم نوتشا يمشي في الطريق الصح، لازم اخلي كل اللي في القريه يحبوه. بيقول له اللي انت شايفه يا زعيم. نوتشا بيشوف الكلام ده وبيفتح الكيس اللي لسه باباه مديهوله، بيشوف الورقه عينه بتدمع، هو بيكون في منتهى الحزن عليه، ولكن باباه ومامته ما بيكونوش فاضيين، هو بيحاولوا يخلصوا على بنج، ولكن بيتلجهم هما الاثنين. غلبان ما يعرفش ان ابنهم ملك جنان، بيحضر في المكان زي النيزه، هو بيخش على بنج هيجان. نوتشا بمجرد ما بيشوفه بينصدم، هو بيلاقي شين بيقتل فتاه، بيقول لهم هو في ايه بالظبط؟ بيقول له عمك جاي يقتل ابوك يا ولد، وخدوا هم لؤلؤه الخير علشان يضحكوا على اهل القريه ويقتلوك ويحكموا بدل ابوه. نوتشا بيكون في منتهى الغضب وبيهجم على بنج، الاثنين ما بيرحموش بعض، كل الامانه الاثنين بيكونوا سادين وانا مش عارف اشجع فيهم مين. بنج بيفوق له وبيهجم عليه بوضعيه التل. شين بيقول له كفايه ابن الهرمه، بيقول له انا اسف يا معلم كنت فاكرك نوتشا. غلبان ما يعرفش ان نوتشا ومتنكر في شكل شين. نوتشا بيدي الواحده في ظهره ولكن اللي لابسه بيكون حميد. بنج بيهجم عليه ولكن نوتشا بيقول له لو راجل امسكني، وبيهرب من المكان. في الوقت ده شين بيحاول يخلص على تاي، ولكن مره واحده بيلبس في نوتشا. نوتشا بيغير العصايه اللي في ايديه وبيخلي شين بالشكل اللي بنج شاف نوتشا بيه. بنج بيحضر في المكان وبيهجم على شين الحقيقي لانه بيكون فاكر نوتشا صديقي. بيقول له انا المعلم بتاعك يالا. بيقول له كفايه كدب بقى انا فهمت كل اللعيبه. بيكسر عظمه ونوتشا بيكون في ظهره، بيدي الواحده في الثانيه وبياخد بعضه برضه وبيجري من المكان، ولكن بنج بيكسر لهم سيوفهم وبيكون خلاص يخلص عليهم، ولكن نوتشا بيروح عليه جري وبياخد الضربه مكانهم، بيطب ساكت مكانه وبنج بيتحول والاثنين بيطلعوا فوق علشان يطربق المكان عليهم. نوتشا بيفوق وبينقل صوره من رقبته لايديه، بينزل بالابديت اللي هيخلص بيه عليه وبيروح جري على السطح وبيسنده بايديه. بنج بيقول له ده اخرك يا هاتيا. بيقول له شفتني وانا بهد الدنيا علشانك؟ اتفرج عليا وانا بطربقها فوق دماغك. نوتشا بيفوق عليه وبكل ما اتاها من قوه بيشيل السقف على ايديه، بيحاول السقف من كل اتجاه بالنار، والناحيه الثانيه بنج بالتلج. تفتكر النار ولا التلج اللي هتكسب يا صديقي؟ انا عن نفسي بردان، ولكن نوتشا الفتاك بيقلب المكان كله نار وبيدفي الكل يا صديقي. بيربط بنج بالحبل ده وما بيرضاش يخلص عليه، السقف بيتحول لمطر على اهل القريه بالكامل. وبنج بيقول له ليه ما خلصتش عليا؟ بيقول له قلت لك قبل كده انت صاحبي الوحيد يا بنج، يلا انا وقتي خلاص قرب يخلص، انت لازم تمشي دلوقتي. نوتشا بيروح لباباه ومامته وبيكتفهم هما الاثنين، بيطلع التعويذه اللي باباه اداها له وبيحرقها قدام عينيه. باباه بيكون في منتهى الصدمه والصاعقه بتكون خلاص اتجمعت علشان تخلص عليه. بيقول لهم 3 سنين قليلين ولكن صدقوني كانوا احلى 3 سنين معاكم، الحاجه الوحيده اللي ندمان عليها اني ما اتكلمتش معاكم اكتر من كده، كان نفسي نقضي وقت اكتر من كده مع بعض، كان نفسي العب معاكم، كان نفسي اقضي معاكم وقت اكتر من كده يابا. وانت ياما كان نفسي اقضي معاكي 20 30 الف سنه، النهارده عيد ميلادي مش عايز حد يعيط. هو بيفضل يعيط يا صديقي، مامته وباباه بيكونوا في منتهى الحزن عليه، وهو بيقول بابا ماما مش عارف اشكركم ازاي على اللي عملتوه معايا. الصاعقه بتبدا ترفعه وفعلا بتضربه بقوه يا صديقي، ولكن مره واحده بيلاقي جنبه بنج. بيقول له انت اتجننت؟ ايه اللي جابك هنا؟ امشي. بنج بيفعل وضعيه التنانين، هو بيحاول يساعده بكل ما اتاه من قوه، الدرع ما بيستحملش كتير والصاعقه بتكسره يا صديقي. شين بيهرب من المكان ونوتشا بيقول له مفيش فايده يا غبي، خد بعضك وامشي من هنا. بيقول له انا عمري ما كنت غبي يا صاحبي، وعمري ما هنسى انك انت صاحبي الوحيد، مستحيل اسيبك. الاثنين بيحطوا ايديهم في ايد بعض وها هنا القوه بتجتمع، بيسحبوا الطاقه اللي جايه عليهم وبيضربوا بيها الصاعقه. الزهره بتتفتح وبتدخلهم هما الاثنين جوه. اخيرا مامته بتلاقي الزهره والزهره بتتفتح في ايديها، بيكون جواها بنج ونوتشا. ونوتشا بيقول ازاي انا لسه عايش؟ جاي بيقول له لا غلط، انتوا الاثنين متوا ودي ارواحكم، الزهره هي اللي حمتكم انتوا الاثنين، وبسببكم انتوا الاثنين سمعتي اتدمرت. اهل القريه كلهم بيتجمعوا حواليهم وبيكونوا في منتهى السعاده والفخر بنوتشا، كان مستعد يضحي بحياته رغم كل اللي عملوه معاه. نصيحتي ليك يا صديقي اياك ترد الغلط بغلط، مهما اللي قدامك غلط سيبك من اللي قال رد الغلط بغلط عمره ما يبقى غلط. مهم الموضوع يعني فيه غلط، فانت بقى اختصرت الكلام ما تعملش الغلط. وهنا بينتهي الجزء الاول من الفيلم. اتمنى صديقي يكون كفيت ووفيت، حط لايك بقى لو نسيت، او كومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك.